ونحن والله ما إلا بس منكرين ومبلغين. وعلى السودانيين جميعا يعلموا حاجة واحدة بس، إذا الناس سكتوا على الكفر ده وإنه الزول ده بيشتم في الله، يقول الله عنده زوج والله الإنسان الكامل، والزول ده بيشتم رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول في رسول بعد محمد تاني، والزول ده بيشتم في الصحابة ويقول الصحابة ما كانوا مؤمنين ذاته، إنما إيمانهم ده كان الإيمان البدائي، أو كما قال إذا السودانيين سكتوا على الكلام ده والله يا ربنا ما بيخلينا يا جماعة. ونحن الليلة بلدنا دي السودان ده يومي كفوة ورا كفوة، بلوة ورا بلوة، دقيق ما في، عيش ما في، بنزين ما في، غاز ما في، جازولين ما في. بعد شوية يمكن يكون الهوى ده الله يمنعه مننا إذا سكتنا على مثل هذا الباطل وهذا الكفر والإلحاد اللي قاعدين ينشروا القراي ده وأمثاله من الشيوعيين والجمهوريين والعلمانيين والملقطين اللي قدموا لنا ده، يقولوا لا أفسد لنا الإسلام وخرب لنا الإسلام. لكن ما معناته الناس يمشوا يقتلوا ولا يفجروا ولا يكسروا، إنما الناس ينكروا الكلام ده بوسائل إنكار المنكر الشرعية التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث. والإنكار باليد ما علينا، لكن ينكروا باللسان ويقاطعوه وما يسمعوا له أبدا، داير إنه ينتهي ما تسمعوا له. الله قال كده، ربنا قال وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها، زي كلام القراي ده، ويستهزأ بها، زي كلام القراي والعلمانيين المعودة، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فما تسمعوا لهم وقاطعوهم نهائي واهجروهم نهائي، ولا في ذول ينشر مقاطع دي لا في مجموعات واتساب ولا في فيسبوك ولا في تويتر ولا في غيره، يقاطعون نهائيا. اثنين، يدعو الله سبحانه وتعالى عليه، ودعاء الصائم مستجاب، لأن الرجل ده أنا بعتبره أخطر رجل في هؤلاء العلمانيين وهؤلاء الشيوعيين وغيرهم من الملاحدة. ليه؟ لأن الرجل ده الآن دار يضع المناهج لأطفالنا، يقول إبليس عليه لعنة الله حيخرج من النار ويدخل الجنة. الغرض من الكلام ده شنو؟ والغرض من نشره شنو؟ الغرض من نشره يا ناس للإنسان المتبحر ويعلم أهداف التنظيمات العلمانية والشيوعية والإلحادية والكفرية، الغرض هو تشكيك المسلمين في دينهم.